طريق ساطع الحصري نعم. اللي هو فيلسوف القومية العربية عربية. بدأ ينظر للأمة العربية. في البداية الأمة العربية كانت مقصورة على الحجاز، شبه الجزيرة، الشام ومصر. لا، حتى مصر لم تكن ضمن هذا لم تكن داخلة في هذا الوسم، لكن باغيين يوسعوا هذه الأمة العربية. دخل ساطع الحصري في نقاش مع طه حسين وغيره فوسعوها، أدخلوا مصر في الأمة العربية، أدخلوا البلاد المغاربية في الأمة العربية، فقيل المغرب العربي. أصبح ساطع الحصري هو أول واحد يستخدم مصطلح المغرب العربي، فأصبح. والدليل لما نتحدث عن لجنة المغرب العربي عبد الكريم الخطابي اللي هي إعادة لنجم شمال إفريقيا، كانت تسمى شمال إفريقيا، يظهر المغرب العربي وصحيفة المغرب العربي. إذا سمحت، ماذا وقع؟ هؤلاء كتبوا تاريخيا الأمة الجزائرية من جذورها مما قبل الإسلام، ومشي حتى جاء الاستعمار الفرنسي وغيره كي يثبتوا أن الأمة الجزائرية موجودة منذ القدم. بناء على طلب مصالح الحاج.